طيب إذا أحبائي طلاب، عنوان درسنا لليوم أو حصتنا لليوم هو عبارة عن القسمة المطولة. القسمة المطولة. القسمة المطولة أحبائي الطلاب، والقسمة عامة لها عناصر. لدينا عناصر تسمى عناصر القسمة. عناصر القسمة تختلف عن خطوات القسمة. عناصر القسمة وهي 4 عناصر. 1 لدينا المقسوم. المقسوم يعني العدد المقسوم. العنصر الثاني لدينا المقسوم عليه. المقسوم عليه. والعنصر الثالث لدينا ناتج القسمة. ناتج القسمة. والعنصر الرابع أحبائي الطلاب لدينا الباقي. الباقي يعني ما يتبقى من القسمة. إذن أحبائي الطلاب، عناصر القسمة هي المقسوم. وتعريف المقسوم أحبائي الطلاب هو العدد الذي سيقسم. الشيء اللي راح نقسمه، العدد الذي سيقسم يسمى المقسوم. والمقسوم عليه هو العدد الذي سيقسم عليه المقسوم. أما ناتج القسمة هو العدد الذي ينتج من عملية القسمة. والباقي هو ما يتبقى من عملية القسمة. فمثلا إذا كان لدي هذا العدد 225 قسمة 5، 225 قسمة 5، هذه 225 أحبائي الطلاب تسمى المقسوم. 225 تسمى المقسوم. أما العدد 5 فيسمى المقسوم عليه. العدد 5 يسمى المقسوم عليه. وناتج القسمة أحبائي الطلاب، ناتج القسمة وهو 45 يسمى الناتج. هذا العدد يسمى الناتج. إذا لدينا أحبائي الطلاب هذا هو المقسوم. العدد الأول المقسوم، والعدد الثاني المقسوم عليه، هذا ناتج القسمة. أيضا أحبائي الطلاب، عند إجراء عملية القسمة المطولة نستعمل هذا الشكل. هنا نكتب المقسوم، وهنا نكتب المقسوم عليه، وفي الأعلى نكتب الناتج. العدد الذي يكون في الأعلى يسمى الناتج. وباقي القسمة يكون آخر شيء، باقي القسمة. إذن هذه أحبائي طلاب عناصر القسمة. طيب، أيضا أحبائي طلاب لابد أن نتعرف على خطوات القسمة. خطوات القسمة، الخطوات التي نتبعها عندما نريد أن نقسم. خطوات القسم، هذه الخطوات سيعطينا إياها أحد الطلاب اللي يعرف خطوات القسمة، وأظن الجميع يعرف خطوات القسمة. 4 خطوات. الآن بختار واحد من الطلاب ليجيب. خطوات القسمة 4 خطوات. وقبل أن نبدأ القسمة أذكر أحبائي الطلاب أهم شيء في القسمة حفظ جدول الضرب. جدول الضرب أهم شيء في القسمة. طيب، خطوات القسمة، من يعطينا خطوات القسمة؟ لدينا 3 طلاب فقط يرفعون أيديهم. طيب، عمر الحجي. أي والله. يلا، خطوات القسمة يا عمر 4. 1 أقسم. أقسم، ممتاز. 2 أضرب. أضرب، ممتاز. 3 أطرح. أطرح، رائع. 4 أنزل عدد. ونزل عدد، ممتاز. طيب يا عمر، قلنا ممكن في خطوة ثانية بنعملها، وش نعمل ثاني بعد آخر ما نزلت عدد ثاني؟ نعمل إيش؟ أقسم. ممتاز، أرجع أقسم ثاني. إذن أحبائي الطلاب، بعد أنزل عدد أقسم ثاني، ثم أضرب، ثم أطرح، ثم أنزل عدد. هذه الخطوات دوما تكون على بالك. إذن خطوات القسمة هي أضرب، أقسم أولا، أقسم، أضرب، أطرح، أنزل عدد. هذه خطوات القسمة. طيب، لدينا أحبائي الطلاب قاعدة مهمة جدا جدا لابد أن تكون على بال كل طالب وهو يستعمل القسمة المطولة. قاعدة مهمة 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 جدا، اسمها قاعدة العدد الصغير. العدد الصغير. لما يكون عندنا عدد صغير ونريد نقسمه على عدد كبير، مثلا 1 قسمة 5، أنا أريد ناتج القسمة. 1 قسمة 5، كم الناتج؟ وهل يتبقى باقي ولا ما يتبقى باقي؟ طيب نايف، نعم يا نايف. نعم 1 أستاذ. قسمة 5 كم يساوي؟ 0. 0، ممتاز. إذن أحبائي الطلاب، والباقي العدد 1. والباقي نفس الواحد، ممتاز. والباقي 1. أحسنت يا نايف، بارك الله فيك.
إذا أحبائي الطلاب هذه قاعدة مهمة جدا جدا لابد أن نكون نعرفها. العدد الصغير لما نقسمه على العدد الكبير ناتج القسمة 0. لو أنا عندي قلم واحد أريد تقسيمه على 5 أولاد أو 5 طلاب، ما أقدر أقسمه، كل واحد يأخذ 0 ويتبقى الواحد نفسه، يعني القلم الواحد نفسه اللي يتبقى. طب لو قلت 2 تقسيم 7، الاثنين أصغر من 7، على طول ناتج القسمة 0 والباقي 1 والباقي 1. آسف، الباقي 2 نفس الاثنين. 2 تقسيم 7 ما تتقسم 2 على 7، إذا كل واحد يأخذ 0 وتتبقى الاثنين نفسها. إذا أحبائي الطلاب ركزوا على قاعدة العدد الصغير، مهمة جدا جدا. أي عدد صغير تقسمه على عدد كبير ناتج القسمة 0 ويتبقى نفس العدد. طيب يا أبطال، تعالوا نطبق الكلام اللي ذكرناه كله في مسائل عن القسمة المطولة. والقسمة المطولة لا بد، ليش سميناها مطولة؟ لأن إحنا ما نجيب الناتج على طول مباشرة، وإنما ناخذ خطوات 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 لين نحصل على الناتج. طب يلا تعالوا نطبق أو ناخذ مسائل على القسمة المطولة. المسألة رقم 1، خلونا نقسم السبورة وذكروني إن شاء الله نتعرض إلى عملية التحقق من الحل، كيف نتحقق من الحل. طب المسألة الأولى بسيطة وسهلة، نريد أن نقسم العدد 286 تقسيم 2. المسألة الثانية أيضا مسألة بسيطة وسهلة، ناخذ مسائل بسيطة وسهلة بعدها ننتقل إلى مسائل أصعب شوي. 212 تقسيم 2. رقم 3 696 تقسيم 6. ها المسألة رقم 3 يعني تحتاج تركيز شوي. لاحظوا أحبائي طلاب، أنا الآن بدأت بمسائل بسيطة وسهلة، بدأت بجدول 2. جدول 2 أنت لا بد تكون حافظ الجداول الضرب، أساس القسمة الضرب، وأساس الصف الرابع كلها الضرب، الفصل هذا كله ضرب. إذا لا بد من مراجعة جداول الضرب جيدا. طيب نبدأ عملية القسمة. يلا مين جاهز لعملية القسمة؟ يلا يا خالد، آسف وليد خالد. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا وليد. عملية القسمة نبدأ من اليمين أم من اليسار؟ اليسار. ممتاز. القسمة العملية الوحيدة اللي نبدأ فيها باليسار، لكن الجمع والطرح والضرب كلهم من اليمين. يلا راح آخذ المقسوم، والرقم اللي على يسار المقسوم هو الرقم 2. نقسم هذه الاثنين على 2. 2 تقسيم 2 كم تعطينا؟ 1. أين نكتب الواحد؟ فوق. ممتاز، على طول أكتب فوق هنا في الأعلى أبطال 1. يعني 2 تقسيم 2 1. شوف أنا الآن أتبع خطوات القسمة. الخطوة الأولى أقسم، بدأت من اليسار، أقسم 2 تقسيم 2 1، نضعه في الأعلى، يعني نطلع فوق بالقسمة نضرب وننزل بالضرب. يلا الخطوة الثانية الضرب، العدد اللي فوق نضرب في المقسوم عليه. 1 ضرب 2 2 يساوي 2، نكتبها تحت الاثنين مباشرة. نطرح. إذن الخطوة الأولى يساوي قسمنا. 0. نعم لحظة يا وليد، الخطوة الأولى قسمنا ثم استعملنا الضرب، الآن نطرح. هذه علامة الناقص، نعمل خط ونطرح. انتبهوا على هذه الخطوات أحبائي طلاب. يلا الآن نقص 2 ناقص 2 كم يساوي؟ 0. صفر. وانا نازل العدد. ممتاز. بعد الطرح على طول ننزل عدد، أول رقم يجينا على اليمين، يعني تمام. الرقم اللي على اليمين اللي 2 8، ننزل 8. ثم في حاجة يعطيني 8. عمليات الأربعة ثانية من جديد، ثاني من جديد يا أبطال. 4 ضرب 2. أطرح ونزل عدد. يلا أقسم يا وليد. 8 هذه اللي نزلت بعد الطرح اللي نزلناها نقسمها على 2 عشان نطلع 4. 8 تقسيم 2 4. يلا نكتب في الأعلى 4. 8 تقسيم 2 4. ممتاز. يلا طلعت بالقسمة، أنزل بالضرب. هذه الأربعة أي عدد كتبناه في الأعلى لا بد أضربه في المقسوم عليه. 2 ضرب 4 ضرب 2 2 ضرب 4 أو 4 ضرب 2 كم تعطينا؟ 8. 8. ننزلها تحت 8 مباشرة، ثم نطرح من جديد. نطرح 8 ناقص 8
صفر، صفر. وننزل العدد اللي ممتاز. فيه. نزل العدد اللي على اليمين، كل ما أطرح أطلع فوق وأنزل عدد، يعني أشوف فوق وأنزل عدد. رقم واحد فقط عزيزي الطالب، حاول أن تنزل رقم واحد. الآن نزلنا الستة. 6 تقسيم 2 3. 3. نطلع في الأعلى، شوف أي عدد عزيزي الطالب نزلته لابد تقسمه مجددا. 6 تقسيم 2 تعطينا 3. 3 ضرب 2 6. 6. بعدها ممتاز. الآن وبعدها نطرح نضرب. 6 ناقص 6 كم يساوي؟ صفر. صفر. 6 ناقص ما 6 في شيء، يساوي ما في شيء. صفر. أحسنت أحسنت يا وليد، ما في عدد في الأعلى. إذا هكذا أحبائي الطلاب تنتهي عملية القسمة. طب عزيزي الطالب حل مسألة القسمة وتعب واجتهد وحصل على الناتج، يعني ناتج القسمة جانا هكذا. العدد 286 قسمناه على 2 كان الناتج 143. أنت تعبت واجتهدت وحصلت على الناتج. كيف أتأكد إن حلي صح؟ كيف تحقق إن جوابي أو إجابتي صحيحة؟ أستعمل العملية العكسية للقسمة، أستعمل الضرب. يعني التحقق من الحل يكون بالضرب. أجي عند الناتج وأعكس هذا الناتج اللي حصلت عليه 143 أضربها في 2 تعطينا 286. يلا الآن نستعمل الضرب. أنا راح أخذ الجهة الثانية هنا، أبتأكد فقط ونمسح السبورة. يلا لاحظوا هنا، أجي أخذ الناتج 143. هذا الناتج اللي فوق 143 أضربه في 2، نضربه في 2 وهو المقسوم عليه، يعطينا نفس المقسوم. إذا أعطانا المقسوم حل صحيح، وإذا لم يعطينا المقسوم إذا الحل إيش؟ غير صحيح. طيب احتاج طالب يضرب. عبد العزيز الفياض. نعم يا عبد العزيز. عبد العزيز الضرب السلام بنبدأ عليكم. وعليكم السلام. الضرب بنبدأ من اليمين ولا من اليسار؟ يسار. لا، اليمين. حسب الضرب من القسمة. اليمين ولكن القسمة يسار. يلا الآن نريد نضرب يا عبد العزيز. 2 نبي نضربها في هذه 143. نبدأ من اليمين. 2 ضرب 3 2 ضرب 3 6. 6. ممتاز. و2 ضرب 4 8. 8. و2 ضرب 1 2. 2. لاحظوا ناتج الضرب ونفس المقسوم اللي قسمناه. إذا هكذا أحبائي الطلاب يكون حلي صحيح. إذا الآن أحبائي الطلاب لعلك تصبر معنا قليلا يا عبد العزيز، بننتقل على المسألة الثانية. الآن تأكدت من الحل، بنتقل على المسألة الثانية وأطبق فيها نفس الخطوات. يلا يا عبد العزيز، نبي نقسم. القسمة نبدأ من فين؟ اليسار. يلا من اليسار. المسألة رقم 2 شايفها؟ اقرأ لي كم قسمة كم؟ 2. 212 قسمة 2. ممتاز. يلا أول رقم على اليسار عندي 2. 2 تقسيم 2 1. 1. ننتبه يا أبطال، بعض الطلاب يتعجل يقول 2 تقسيم 2 يحسبها ضرب ويحط 4 فوق. لا، 2 تقسيم 2 1. الواحد نكتبها في الأعلى. طب طلعت بالقسمة، أنزل بإيش؟ الضرب. بالضرب. أنا خطوات القسمة الأولى أقسم. قسم عبد العزيز 2 تقسيم 2 1. بعدها على طول أي عدد يكتب في الأعلى يضرب. نضرب 1 ضرب 2. 1 ضرب 2 كم يساوي؟ 2. 2. ممتاز. الخطوة اللي بعدها يا عبد العزيز. أطرح. يلا نطرح. 2 نقص منها 2. 0. 0. ممتاز. الخطوة اللي بعدها. ننزل العدد. ننزل العدد اللي عندنا كم؟ 1. 1. شوفوا يا أبطال، الآن عندنا اختبار لعبد العزيز، نشوف عبد العزيز ينجح فيه ولا لا. عبد العزيز 1 تقسيم 2. 0. 0. ممتاز. أحسنت. كفو يا عبد العزيز. ليش 0 يا أبطال؟ هذا الواحد عدد صغير. 1 تقسيم 2 عدد صغير على عدد كبير ما يصلح. على طول ما اكتب يصلح. ناتج القسمة 0. أنا عندي قلم واحد، أقسمها على طالبين ما يمكن. إذا كل واحد ياخذ 0. إذا ناتج القسمة 0. 1 تقسيم 2 1. 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 1 تقسيم
إذا 1 تقسيم 2 0.
طب يلا هذا طلعت بالقسمة، أنزل بإيش؟ لا اضرب بالضرب. ننزل بالضرب. يلا اضرب 0 ضرب 2. 2. أها. صفر. 0 ضرب أي عدد بصفر. قلنا 0 ضرب 4 0، 0 ضرب 10 0، 0 ضرب أي شيء صفر. إذا 0 ضرب 2 0. طيب بعد الضرب وش أسوي؟ أنا أطرح. نطرح. يلا 1 نقص منه 0. 1. 1 نفسه. يا أبطال هذا الصفر خطر جدا، التعامل مع الصفر ننتبه شديد. الصفر ننقص منه عدد يعطينا نفس العدد، لكن الصفر نضربه في عدد يعطينا صفر. طيب يلا بعد ما نطرح وش نسوي؟ ننزل 2. ننزل الاثنين، ننزل العدد الأخير، نزلنا الاثنين، كم صارت؟ 12. 12. يلا 12 تقسيم 2. 12 تقسيم 2. نعم. 6. الجواب 6. الآن نضرب، طلعنا بالقسمة، ناتج القسمة نكتبها فوق 2 تقسيم 12 تقسيم 2 6. ننزل بالضرب 6 ضرب 2. 6 ضرب 2 12. 12 تنزل هنا تحت. نحط علامة الناقص الآن، الخطوة الجاية طرح. 12 ناقص 12 صفر. 12 ناقص 12 صفر. يعني ممكن كمان أطرح من اليمين، 2 ناقص 2 صفر، 1 ناقص 1 صفر. الآن هل في عدد في الأعلى؟ لا. لا خلاص ما في عدد في الأعلى ننزله. إذا أحبائي الطلاب 212 تقسيم 2 مثل ما ساعدنا عبد العزيز، الناتج يساوي 106. بإمكان التحقق من الحل بأن أضرب الناتج 106 أضربها في الاثنين يصير الجواب 212. أحسنت يا عبد العزيز، ممتاز، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أحبائي الطلاب، أذكر أحبائي الطلاب الآن سأنتقل إلى المسألة التالية. المسألة التالية نقسم على 6، فعندنا جدول ضرب العدد 6، لازم نكون محافظين لكل جداول الضرب. أحبائي الطلاب، الاختبار الأخير، الاختبار النهائي في مادة الرياضيات ستكون عليه مسألة أو مسألتان في القسم المطولة. مسألة أو مسألتان في القسم المطولة. أنا لا أريد طالب يطلع من الصف الرابع على الصف الخامس وعنده مشاكل في القسم المطولة. لذلك نتقن القسم المطولة بالتدريب. تدرب كثيرا، حل كثيرا، تصبح مميز وتصبح الأفضل. فالطالب آخر يقسم لنا المسألة التالية. من لدينا من بين الطلاب من جاهز يقسم؟ طيب. نايف الزهير وثامر الضويلع، ما أدري مين هو اللي داخل باسمين هذا. هذا أستاذ. ما شاء الله، اسمين في واحد، شخص واحد. طيب يلا نايف وثامر جاهزين؟ إيه. طيب يلا الآن حنبدأ أحبائي الطلاب القسمة، حنقسم على 6. طيب بسأل واحد واحد. طيب نايف، من أين نبدأ عملية القسمة؟ من اليمين ومن اليسار؟ من اليسار، ممتاز. يلا يا نايف ابدأ من اليسار. 6 تقسيم 6. 1. 1. أين نكتب الواحد؟ فوق في الأعلى، ممتاز. يلا الآن قسمنا، بعد خطوة القسمة إيش تأتي عندنا؟ أضرب. يلا الآن بنضرب 1 ضرب 6 يساوي 6. ممتاز. بعد الضرب ماذا نفعل؟ نطرح. يلا نطرح الآن. 6 ناقص 6 ناقص 6 صفر. صفر. ممتاز. الخطوة اللي بعدها نزل 9. نزل عدد، اللي هي نزل 9. ممتاز، نزلنا 9. طيب يلا يكمل ثامر. يلا يا ثامر انتبهوا معي أحبائي الطلاب، الآن نعم. لدينا 9. يلا يا ثامر، 9 تتقسم على 6؟ لا. ما تتقسم. يعني ليش ما تتقسم؟ لأنه ما في عدد أضربه في 6 يعطيني 9. إذن يا أبطال 9 لا تتقسم على 6. طب إذا ما تتقسم على 6 أشوف اللي أقل منها. طب أقل من 9. طب 8 تتقسم على 6؟ لا. ممتاز. طب اللي أقل من 8، انتبهوا على هذه الخطوة مهمة يا أبطال. 7 تتقسم على 6؟
طيب اللي أقل من السبعة، 6 تقسيم 6 تتقسم؟ إيه. ممتاز. كم ناتج القسمة 6 تقسيم 6؟ 1. 1. انتبهوا يا أبطال، هنا جاتنا 9. ال9 ما تتقسم على 6 على طول، أشوف اللي أقل منها. 8 ما تتقسم، 7 ما تتقسم، 6 تقسيم 6 تتقسم تعطينا 1. إذا في الأعلى أكتب 1. يلا اضرب يا ثامر، بعد القسمة نضرب، طلعنا بالقسمة ننزل بالضرب. 1 ضرب 6 يساوي 6. يساوي 6، نكتبها تحت 9، تحت 9. ثم بعد ذلك نكتب بعد الضرب ايش نسوي؟ نطرح. نطرح. الآن نطرح 9 نقص منها 6، كم يتبقى عندنا؟ 3. 3. رائع، أحسنت. طب الآن بعد ما نقصت وش أسوي؟ ننزل العدد. يلا ننزل العدد اللي عندنا فوق مين؟ 6. يلا ننزل الستة، هذه الستة نزلت صارت 36. إذا بعد الطرح لا تقسم على طول، بعد ما أطرح لازم أنزل عدد، بعد ما أنزل عدد حتى أقسم. يلا 36 تقسيم 6 6. تعطينا 6. ممتاز. إذا نكتب في الأعلى هنا 6. الآن بعد ما قسمت نطلع بالقسمة وننزل بالضرب. يلا الستة اللي كتبتها فوق اضربها في المقسوم عليه، هذه 6. يلا اضربها يا ثامر. 6 في 6 36. 36. ممتاز. والآن نطرح 36 ناقص 36 0. يساوي 0. هل تبقى لدينا عدد في الأعلى؟ لا. لا، لم يتبقى عدد في الأعلى. إذا هكذا أحبائي الطلاب انتهت عملية القسمة. إذا نقول أن 696 تقسيم 6 الناتج يساوي 116. أحبائي الطلاب أتمنى أن الجميع يكون فيهم هذه الثلاث مسائل. واليوم إن شاء الله راح أطول عليكم شوي، لأن حصتنا إن شاء الله راح تكون 45 دقيقة. تصبروا شوي وإن شاء الله تستفيدوا بإذن الله. كل طالب معه الجوال أو هنا بإمكانه يعمل لقطة شاشة لهذه المسائل، ويحاول يكتب الأسئلة هذه ويحاول يحلها لحاله. يكتب السؤال فقط، يعني يكتب 286 تقسيم 2 ويحاول يحلها لحاله، وبالآخر يتأكد هل حلها صح ولا حلها غير صحيح من خلال المسائل أو من خلال الحل الظاهر على الصورة. طبعا راح أمسح السبورة. جزاك الله خير يا ثامر، جزاك الله خير يا نايف. طيب يلا ننتقل أحبائي الطلاب إلى مسائل جديدة، وطلاب جدد يشاركون معنا بإذن الله. إن شاء الله راح نقسم المسائل حتى إن شاء الله كل طالب موجود معنا إن شاء الله يشارك. طيب ناخذ أحبائي الطلاب سؤال يقول 916 تقسيم 3. وسؤال آخر 3974. هنا لدينا 4 أرقام تقسيم 4. أحبائي الطلاب كل هذه المسائل التي أمامكم الآن على الشاشة أو على السبورة أنا أخذتها من الكتاب المدرسي، سواء كان من فقرة تأكد أو من فقرة تدرب. يعني أنا أحبائي الطلاب لم أكتب مسائل، إنما نأخذها فقط من الكتاب. طيب أبشر يا زياد إن شاء الله تشارك. زياد إن شاء الله يشارك، وحسام إن شاء الله يشارك. طب لدينا مسألة أخرى أو مسألة أخيرة نكتبها أيضا. العدد 775 تقسيم 5 أو قسمة 5. هذه المسائل أحبائي الطلاب أنا أخذتها من الكتاب المدرسي من صفحة 100. والكتاب المدرسي مليء بمسائل القسمة. تدرب عليها جيدا عزيزي الطالب، حاول أن تحلها. ولديك كراسة التطبيقات، كنا نؤخر عملية القسمة إلى أن ندرس القسمة، الآن درسناها. بإمكانك أن تبدأ حل كراسة التطبيقات كل مسائل القسمة، ولكن متبعا الخطوات. طيب نبدأ أحبائي الطلاب بحل المسألة الأولى. نكتب شكل القسمة المطولة 916 تقسيم 3. لعل الزمن إن شاء الله نستطيع أن ننتهي قبل
أن ينتهي الزمن من هذه المسائل. أحبائي الطلاب، من يكتب لي الإجابة في الأعلى فقط، يعني مثلا هكذا، إذا أحد الطلاب يختبر في الاختبار النهائي بيكتب لي الإجابة هكذا، مثلا 3 مثلا، نعتبر أن الإجابة مثلا كانت هكذا 3 مثلا 0 مثلا 5، كانت الإجابة هكذا. أحبائي الطلاب، من يكتب هذه الإجابة بدون أن يكتب الخطوات يعتبر حلها خاطئ. إذا نريد في القسمة المطولة أن نتبع الخطوات، نتبع خطوات الحل. طيب أحبائي الطلاب، يشارك معنا في هذه المسألة إن شاء الله كل من الطلاب. طيب عمر الحجي لعلها شارك معنا، أتوقع أنه شارك. طيب لدينا بدر ولدينا حسام. نعم أستاذ. طيب نبدأ مع حسام إن شاء الله، وبعد قليل إن شاء الله ينضم إلينا بدر الشيري. الآن يا حسام نبدأ عملية القسمة من اليسار. من اليسار. كم الرقم اللي على اليسار اللي عندنا؟ 9 قسمة 3 كم تعطينا؟ يساوي 3. أين نكتبها؟ تحت 9. تحت لا، 9؟ فوق 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 فوق. 9 نكتب فوق. إذا 9 تقسيم 3 يعطينا 3، نكتبها فوق 9. بعد نضرب. القسمة نضرب، يلا نضرب أي عدد فوق نضربه في المقسوم عليه في الثلاثة. 3 ضرب 3 9. 9 تعطينا 9. ممتاز. بعدها نطرح. نطرح على طول. 9 ناقص 9 0. 0. ممتاز. بعدها ننزل عدد. يلا ننزل مين؟ الواحد. 1. طب نزلت عدد على طول أقسم تاني من جديد. يلا 1 قسم الثلاثة. ما يصير نحط 0 بداله. ممتاز. هذه قاعدة العدد الصغير. 1 قسم الثلاثة لا يصلح، على طول اضع في الأعلى إيش؟ 0. يعني 1 تقسيم 3 0، كل واحد ياخذ 0. يلا الآن نضرب. أي عدد تكتبه في الأعلى لازم تضربه يا أبطال، لازم تضربه، تنزل بالضرب. 3 يساوي 0. 0 ضرب 3 يساوي 0، نكتبه تحت الواحد. بعدها إيش نسوي؟ نطرح. يلا نطرح من جديد. يلا ها الآن بنطرح. 1 ناقص 0 1. 1 ناقص 0 1. لحظة. 1 ناقص 0 1، يعني 1 نقصت منها 0 ما نقصت منها ولا شيء. 1. لحظة بس نشوف بدر انضم إلينا. بدر تسمعني يا بدر؟ طيب بدر، إذا بدر بعيد. انضم إلينا ناصر العريفي. جزاك الله خير يا حسام. ناصر، هلا يا ناصر. ناصر جينا عند الطرح. 1 ناقص 0 1. وش نسوي بعد الطرح؟ بعد الطرح أقسم. أقسم على طول؟ لا، نزل العدد. الخطوات: أقسم، أضرب، أطرح، بعد الطرح ونزل عدد. لازم ننزل حتى نقسم. يلا هننزل مين عندنا؟ 6 أصبح 16. يلا 16 تقسيم 3 5. هل تجي 16 تتقسم على 3؟ لا. ما تتقسم صح؟ وش نسوي لو ما تتقسم؟ العدد اللي هذا أقل منها. اي العدد اللي اقل منها مباشرة. اقل من ال 16 مين؟ ال 15. طب ال 15 تتقسم على 3؟ ايه. كم تعطينا؟ 5. 5. إذا نكتب في الأعلى 5. شوف 16 ما تتقسم. 15 قسم الثلاثة 5. طلعنا بالقسمة. ننزل بإيش؟ ضرب. يلا نضرب ال5 نضربها في 3. كم تعطينا؟ 15. 15. وآخر خطوة ايش نسوي؟ شو اسمه، اطرح. نطرح. يلا 15 ناقص 16 1. 1. طب بعد الطرح ايش اسوي؟ الواحد ما يجي الثلاثة، انتهت لا لا، القسمة. لحظة. الباقي 1. بعد ما طرحنا الخطوة اللي تيجي بعد الطرح ايش؟ أقسم، أضرب، ونزل. أطرح ونزل عدد. هل في عدد في الأعلى؟ لا. ما في. إذن عملية القسمة هكذا انتهت. طالما ما في عدد في الأعلى انتهت عملية القسمة. يعني لا أروح أقسم الواحد تاني، أقسم الواحد بعد ما أنزل عدد، لأن الخطوات عندي أنزل عدد ثم أقسم. إذن أحبائي الطلاب، ناتج القسمة هو 305 والباقي 1. معنى أنت يا ناصر؟ لعل ناصر أغلق الماء.
طبعا أحبائي الطلاب، ناصر أيضا في القسم المطولة كان كل مسائل القسمة حلها صح، فقط التحقق من الحل، لم يتحقق من الحل، وهذا ما نقص عليه الدرجات قليلا. إذن يا ناصر في التحقق من الحل نرجع نضرب 3 ضرب 305 ونزود عليها الباقي فيعطينا أحبائي الطلاب 619. أحبائي الطلاب تبقى من الحصة 7 دقائق، إن شاء الله نحاول نحل فيها المسألتين الاثنتين. إذا تمكنا من ذلك فالحمد لله، وإذا حللنا واحدة والثانية لم نتمكن منها يحلوها الطلاب باعتبارها واجب. إذا ننتقل إلى طالب آخر أو طلاب آخرين من طلاب الصف الرابع يشارك معنا في حل المسألة القادمة. زياد الأسمري. نعم يا أسطى. يشارك بعده أو معه إن شاء الله الطالب نواف فهد إن شاء الله. طيب نبدأ مع زياد. طيب يلا يا زياد، الآن لدينا انت معاك، انت شارك معاك، كمل. 3000. لا كمل معاه عادي. شو كمل؟ اسكت يلا. شوف لحظة يا أبطال، لحظة يا نواف. طيب يلا الآن بنقسم يا زياد 3974 على 4. نبدأ القسمة من فين يا زياد؟ يسار. من اليسار، ممتاز. طب على اليسار عندنا كم الرقم؟ 3 تقسيم 4. 0. ممتاز، 0 على طول، 0 أحبائي الطلاب، 0 لأن الثلاثة أقل من الأربعة. يلا الآن بنضرب 3 طلعنا بالقسمة ننزل بالضرب. 0 ضرب 4 0. 0. ممتاز. بعد الضرب ايش نسوي؟ بعد الضرب ننزل نطرح. يلا 3 ناقص 0. 3. ممتاز. بعد الطرح ننزل 9. ننزل 9. رائع، نزلنا 9 صارت 39. 39 تقسيم 4. هل في عدد أضربه يا زياد في 4 يعطيني 39؟ لا. طيب إذا ما في إيش أسوي؟ نشوف اللي أقل منها. أقل من 39 38 تتقسم على 4؟ لا. 37 أقل منها تتقسم على 4؟ لا. 36 تتقسم على 4؟ ايوه. كم تعطينا؟ 9. 9. كفو يا زياد، ممتاز رائع. إذا أحبائي الطلاب شفتم عملية الضرب هنا، جداول الضرب اللي يحفظ 36 تقسيم 4 يعني إيش العدد اللي أضربه في 4 يعطينا 36 وهو 9. إذا نكتب في الأعلى 9. الآن نضرب أي عدد طلعنا فوق بالقسم ننزل بالضرب. 9 في 4 36. 36. هذه 36 على طول نطرح. يلا ها ضربنا نطرح. يلا الطرح نبدأ من اليسار يا أبطال، آسف الطرح من اليمين. 9 يا زياد نقص منها 6. 3. و3 ناقص 3 0. ممتاز، أحسنت يا زياد، بارك الله فيك. راح يكمل إن شاء الله نواف، جزاك الله خير يا زياد. طيب إذا ما شاء الله زياد الآن حل معنا يمكن أكثر المسألة حلها ممتاز رائع، وكل الطلاب اللي شاركوا معنا ممتازين ورائعين. طيب أين نواف؟ اخترنا نواف أنه يكون الثاني. نعم يا نواف. طيب لعل نواف لا يسمعنا. نعم يا نواف. نعم. طيب يلا يا نواف، نزل آخر خطوة نقصنا بعد الطرح ايش نسوي؟ ننزل عدد. إذا صارت 37. 37 تقسيم 4 ما تيجي في 36. نشوف اللي أقل منها. 36. 36 تقسيم 4 9. ممتاز، تعطينا 9 لأن 9 في 4 يساوي 36. 36. نطرح 37 نقص منها 36 كم يعطينا؟ 1. ممتاز، 1. هذه المسألة أحبائي الطلاب ربما تحتاج إلى قليل من التفكير والتدريب وحفظ الجدول الضرب، ونطبق نفس الخطوات أحبائي الطلاب. طب بعد ما طرح ايش اسوي يا نواف؟ نزل 4. ننزل العدد 4 اللي فوق. ننزل 4.
هذه المسألة يا أحبائي الطلاب أنا ماخذها من الكتاب المدرسي. يلا صارت 14 تقسيم 4. هل ال 14 تتقسم على 4؟ لا. اللي ما يتقسم تشوف اللي أقل منه عزيزي الطالب. طب ال 13 تتقسم على 4؟ لا. طب ال 12؟ أيوه. طب 12 تقسيم 4؟ 3. 3. أحسنت، 3. طب الآن 3 طلعنا بالقسمة ننزل بالضرب. 3 في 4؟ 12. 12. الآن نقص 14 ناقص 12 كم تعطينا؟ 2. 2. ممتاز. بعد الطرح ايش نسوي؟ نتحقق. ايه نتحقق. ممتاز، نتحقق لأنه هو فهم ان المسألة انتهت. لكن أحبائي الطلاب دائما بعد الطرح ننزل عدد. فوق في عدد ما في عدد معناها خلصت مسألة القسمة. ونتحقق من الحل بأن نضرب أحبائي الطلاب الناتج اللي فوق. يعني نضرب، تعال نتحقق كده سريعا يا نواف. الناتج 993 نضربها في 4، وبعدها أحبائي الطلاب لازم نزيد على الناتج الباقي. طب يلا يا نواف، 3 في 4 في 3 12. 12. نحط 2 ونرقم رقم 1. 4 في 9 36 مع الواحد 37. نحط السبعة 7 ونرقم 3. 3. طب 4 في 9 36 مع زائد 3 3 الفوق 39. 39. هذا الناتج أحبائي طلاب هو نفس المقسوم هنا. لو زودت عليه مين؟ الاثنين حقت الباقي يصير نفس المقسوم اللي فوق. أحسنت يا نواف، ممتاز، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. وأنتم جميعا أحبائي الطلاب شكرا لكل من حرص على الحضور، حضر معنا الدرس، لكل من شارك، لكل من استمع، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. تبقت المسألة الأخيرة، حاولوا حلوها، حاولوا تدربوا عليه. القسمة صفحة 100 مليئة بمسائل القسمة. نتدرب على القسمة نصير أفضل. اختبارنا القادم في القسمة المطولة الخميس بإذن الله. أبغى إن شاء الله الجميع 10 من 10. جزاكم الله خير، بارك الله.